أول حاجة فريق منهم اعترض على الملك أن يكون له الملك، ده ما ينفعش يبقى ملك. مقاييس الملك عندهم مختلفة عن مقاييس الملك عند الله عز وجل، فلا بد أن تتفق مقاييسك في كل شيء مع المقاييس التي أنزلها الله عز وجل ومع الحدود التي أنزلها الله عز وجل. وإياك أن تعترض، إياك أن ترى أن اختيارك ومقاييسك أصلح وأهم وأفضل من اختيار ومقاييس الله أو اختيار ومقاييس النبي. هم ظنوا كده. يبقى دي أول حاجة، جماعة رفضوا هذا الملك، يبقى مش هيخرجوا. فلما فصل طالوت بالجنود، الجنود اللي وافقوا ورضوا بأن يكون طالوت ملك، لما مشي بيهم طالوت قال إن الله مبتليكم بنهر، في نهر ربنا عز وجل هيختبركم، ولا يخرج للجهاد إلا مختبر. ما فيش حد بيتمنى الجهاد ويتمنى القتال ويخرج للجهاد وللقتال إلا لابد أن يختبره الله عز وجل، ولا بد أن يختبر أكثر من اختبار. ليه؟ لأن أنت رايح تقاتل في سبيل الله، أنت رايح تموت في سبيل الله. هل الموت في سبيل الله دي مسألة بسيطة؟ مسألة كده سهلة؟ سلعة رخيصة هتروح تشتريها؟ لا، ده لابد ربنا عز وجل يختبرك. شوف بني إسرائيل أول اختبار ليهم كان الملك، وسقط في الاختبار ده مجموعة سقطوا في الاختبار. تاني اختبار ان الملك قال لهم ان في نهر، اللي هيشرب من هذا النهر فليس مني إلا من اغترف غرفة بيده. هنعدي النهر، اوعوا حد يشرب من النهر. ليه ما نشربش من النهر؟ ده ميته حلوة، ما فيهاش تلوث ولا فيها بترول ولا فيها اي حاجة. ليه ما نشربش؟ لأن الله مبتليكم بنهر. ده ابتلاء من الله عز وجل، ولا بد أن تنتبه لابتلاءات الله عز وجل. فشربوا منه إلا قليل. لما مروا على هذا النهر، ورغم ان الملك بتاعهم ومعاهم نبيهم قال لهم ان الله مبتليكم بنهر، اوعوا حد يشرب من النهر ده، واوعوا حد يقرب منه الا من اغترف غرفة بيده. قبل ما يوصلوا النهر طبعا كان الاختبار مقتضى الابتلاء ان هم كانوا مروا في منطقة قحلاء جرداء قاحلة ما فيهاش مية، وكانوا عطشانين جدا. ما هو ربنا عز وجل مش هيبتليهم بالنهر اللي ميته حلوة وجميلة وهم شبعانين وهم معاهم المية بتاعتهم، لا، ده لابد مقومات الابتلاء ان هم عطشانين ميتين من العطش. فشربوا منه إلا قليل. ده أول، يبقى الجيش بيصفصف. أول ناس تخلفت رغم أنه كلهم كانوا بيتمنوا الجهاد والقتال. أول ناس تخلفت اللي رفضوا ملك طالوت. تاني ناس تخلفوا اللي شربوا من النهر. لما عدوا النهر برزوا لجالوت وجنوده قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. أول ما شافوا الجنود بتوع جالوت والقوة والعتاد بتوعهم قالوا لا، ده مش ده اللي اتفقنا عليه، ده دول يعني من القوة بمكان، وتخلفوا عن الجهاد. يبقى أول مجموعة دول اللي رفضوا ملك طالوت. تاني مجموعة تخلفت اللي شربوا من النهر. تالت مجموعة اللي شافوا جالوت. ده خلي بالك، ده تالت مجموعة دول من اللي نجحوا في الابتلاء بتاع النهر. ده معنى كده ان هم ناس جامدين، ناس اقوياء، ناس فعلا على حق، ناس يعني نجحوا في الابتلاء اللي ابتلاهم بيه ربنا وما شربوش من النهر. ورغم كده اول ما شافوا جالوت وجنودي لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنودي.
ولم يبقى مع طالوت إلا الذين يظنون أنهم ملاقو الله. دول بقى الذين ملأ الإخلاص في قلوبهم. من عينتهم سيدنا داود. سيدنا داود كان جندي عمره 15 سنة، جندي في قلب جيش طالوت، وهو الذي قتل جالوت القائد. جالوت ده القائد بتاع الأعداء، يعني من اسمه كده جالوت يعني حاجة ضخمة، حاجة. سيدنا داود عمره 15 سنة هو اللي قتل جالوت. حقيقة أنا مش اللي بيبهرني قتل داود لجالوت، ولكن الذي يبهرني نجاح داود في كل الاختبارات التي مرت بجيش طالوت. داود ده جندي من الجنود، نجح في الاختبار، ما اعترضش على الملك، وعدى من النهر وما شربش من النهر، وما خافش من جنود جالوت، وما قالش لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. بل داود ده اللي عمره 15 سنة كان من الذين يظنون أنهم ملاقوا الله عز وجل. هم دول اللي قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا ترى احنا كلنا بنتمنى الجهاد زي ما بني إسرائيل كانت بتتمناه. يا ترى هنمر بالاختبارات؟ أيوة هنمر باختبارات، ولازم ربنا عز وجل هيختبرنا، وهيختبرنا 3 مرات ولا 4 اختبارات، الله أعلم. إيه اللي تعمله علشان تنجح، علشان تبقى زي داود وتنجح في الاختبارات؟ ما تعترضش على الملك، ما تشربش من النهر، ما تخافش من جنود الأعداء، وتكون من الذين يظنون أنهم ملاقوا الله. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. ما تخافش. حقيقة اللي يقدر يخلينا نعمل كده يا جماعة، ووقت أن ينادي الملك، وقت أن ينادي الخليفة، وقت أن ينادي الرئيس، وقت أن ينادي الأمير حي على الجهاد، نيجي خارجين. ما نقولش ده أمير ظالم، ده رئيس فاسد، ده حاكم مش عارف ايه، ده ملك طاغوت. ما نقولش. ملك أرسله الله لنا وتولى وتملك علينا وقال حي على الجهاد، لا بد أن نخرج معه ما دام جهادا في سبيل الله. ويبقى نجحنا في الاختبار الأولاني، لأننا أمرنا أن نقاتل تحت كل راية ما دامت تقاتل في سبيل الله وعلى اسم الله. اللي يخلينا ننجح وفعلا نقاتل، وان الامنيات بتاعه القتال بتاعتنا ما تبقاش مجرد امنية، لا، ده نبقى مقاتلين بجد. عبادة. عبادة كتير من الناس بينساها، وكتير من الناس ما بياخدش باله منها، وهي عبادة من العبادات الغائبة، فريضة من الفرائض الغائبة على المسلمين. للأسف الشديد ما بناخدش بالنا منها. العبادة دي اسمها عبادة الرباط. راء باء ألف طاء، الرباط.